صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعض اللينزا. هي كيكه خفيفه جدا وطعمها لذيذ. هنحتاج لكوبايه دقيق، فانيليا، بيكنج باودر، حليب، زيت، سكر وبيضايه. ديت هنا كوبايه دقيق، وهنحتاج لي كمان لتلت كوبايه جوز هند. هنبدا في المقادير بتاعتنا. الاول هنحط زيت، ونحط معاه تلت كوبايه سكر، هنقلبهم مع بعض كويس. اهم حاجه القوام يبقى كريمي. يا تقلبيها بالمعلقه بس هتاخد معاكي وقت شويه. اهم حاجه القوام معاكي يبقى كريمي. هنا انا حطيتها في الخلاط، ضربتها كويس لغايه لما القوام يبقى كريمي كده. بعد كده هحط عليها البيضه، وهنضربها كمان مره لغايه لما يتجانسوا مع بعض. بعد كده هحط معلقه صغيره فانيليا للخليط اللي هو في الخلاط، واضربها كويس. بعد كده احط الحليب اللي هو ربع كوبايه. هنزل الحليب دلوقتي ونضربها كويس جدا مع بعض. بعد كده هنيجي بقى للمواد الجافه اللي هو كوبايه الدقيق، طبعا دي منخول. احط عليها معلقه صغيره بيكنج باودر واقلبهم مع بعض عشان نخلي البيكنج باودر يختلط كويس مع الدقيق. بعد كده هصب الخليط اللي انا ضربته في الخلاط في بولة. هنرجع تاني للمواد الجافة. طبعا هحط تلت كوباية جوز هند، بتديها قوام كويس جدا. وطبعا الجوز هند اساسي في الوصفة، بيديها ريحة جميلة كمان. هنا انا قلبت جوز الهند مع الدقيق مع البيكنج باودر. بعد كده هنيجي للمواد السائلة وهنضيف عليها المواد الجافة. زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. بعد كده هجيب المعلقة واقلبها. هنا الخطوة دي التقليب كله بالمعلقة كده، خلاص مفيش خلاط. تقليب زي ما انتوا شايفين كده لغايه اما المواد كلها تختلط مع بعض. اللينزا دي من الوصفات الجميله بصراحه، يعني انا اول مره اجربها بس طلعت تحفه. بتمنى تجربوها ان شاء الله وهتعجبكم باذن الله. بس اهم حاجه تلتزموا بالمقادير، وحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، وان شاء الله هتطلع معاكم كويسه. ان شاء الله هتجربوا الوصفه دي وهتعتمدوها على طول. واو، خفيفه وهتعجبكم ان شاء الله. it's so crazy. انا هنا قلبتها مع بعضها، بدأت المواد كلها تختلط مع بعض اهي. ده القوام بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. القوام بتاعها عامل ازاي؟ وما هي تنسوش تعتبر زي المافن، زي القوام بتاع عجينة المافن. ما تنسوش نقلبها شوية اهي. ادي القوام بتاعها. الفيديو انكم تحطوا لايك واشتراك. شايفين القوام بتاعها ازاي؟ هي تمام كده. هجيب صينية واحط فيها شوية زيت او سمنة. بعد كده هجيب الخليط بتاعي. طبعا هنقسم شوية في الصينية، والجزء التاني اللي هنحطه في القمع ونوزعه على الوش من فوق. فطبعا بعد ما نحط الحشوة عايز تحطي بقى قشطة، عايز تحطي مهلبية، اي حشوة انت عاوزاها، مربى ممكن، مثلا مكسرات، وتحطي معاها عسل نحل وتقلبيهم مع بعض وتحطيهم في الحشوة بتاعتها برضو عادي كويسة. هي على فكرة اللينزة عاملة زي التارت بالظبط، بس بتختلف في القوام بتاعها. دي قوامها زي الكيك، اللينزة قوامها زي الكيك، لكن التارت قوامه بسكويت. زي ما انتوا شايفين كده انا بوزعها في الصينية اهي. هتاخد معاكي شو وقت شوية في التوزيع. هي العجينة زي ما انتوا شايفين كده ماسكة شوية اهي، بس هي هتتفرد يعني في الاخر متقلقوش. طبعا هنا اهي بعد لما ظبطتها في الصينية
دي الطبقة الاولانية زي ما انتوا شايفين، ده الشكل بتاعها. هنيجي بقى للمهلبية، دي الحشوة اللي انا هحطها، بس انتي براحتك بقى، انا مش هايدك باي حشوة، الحشوة اللي انتي عاوزاها ممكن تحطيها، ممكن تحطي كاستر، قشطة، زي الحشوات اللي انا قلتلك عليها. هبدأ بقى اوزع المهلبية. زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك وتشيروا لاصحابكم عشان كله يستفيد. اللينزا من الوصفات الخفيفة ولذيذة جدا. انا بعد ما وزعت الطبقة بتاعة المهلبية، هنيجي بقى لو عندك قمع بتحطي فيه بقية الخليط. طبعا عملت فيه فتحة عشان ايه، ابدأ اوزع بقى الخليط، باقي الخليط من فوق. تعملي الشكل اللي انت عاوزاه بقى، لو عندك اشكال نجوم اعمليها. الشكل طبعا اخترت الشكل دوت هعملها بيه عشان ده الاسرع يعني والاسهل. زي ما انتوا شايفين كده هعمل خطوط بالطول. هكمل بقية الخطوط بالطول هنا كده كلها. طبعا الوصفة زي ما انتوا شايفين ما خدتش وقت، سهلة. هو المقادير كلها في الخلاط، وبعدين بتضيفيها للمواد الجافة، او لما عندكيش خلاط مثلا ممكن تضربيها بالمعلقة، او ممكن بالويسك براحتك. كده خلصت اللي بالطول، نجيب بقى بالعرض. زي ما انتوا شايفين شكلها ازاي. لو الشكل النهائي بيبقى تحفة بقى بعد ما بتخرج من الفرن. جميلة، اولادكم هيحبوها ان شاء الله. والوصفة دي يعني مش جديدة، يعني هي بقى لها فترة. انا دوقتها قبل كده في راس البر لما رحنا دمياط وكده، دوقتها هناك في المحلات، كان تحفة ولذيذة، كانوا حاشينها قشطة. بس هي جميلة بصراحة، ما انا قلت لازم اجربها، ووصلت للطريقة بتاعتها وطلعت جميلة. والكيكة بتاعتها خفيفة جدا. شايفين الشكل. هبدأ بقى امشي في الاطراف. العجينة سهلة يعني. شايفين قوامها ازاي بينزل من القمع، سهلة. هبدأ اوزع بقية الاطراف كده. عشان ايه انا بعمل الحركة دي عشان المهلبية ما تطلعش بره، عشان لما بتيجي تدخل الفرن طبعا المهلبية هتفور شوية، فاكيد هتطلع في الجناب بتاعتها وكده، فانا بقفل من الاطراف. انا جوعت على فكرة، جوعت. نحن صيد مين لسه حمص. ده الشكل النهائي بتاعها. شايفين عاملة ازاي، والمهلبية فظيعة بصراحة. طبعا طريقة المهلبية سهلة، يعني مش محتاجة ان انا اوريكم طريقتها لان هي معروفة ازاي. هو عبارة عن حليب ونشا وسكر. عايزة تضيفي لها بقى قشطة براحتك، ضيفي قشطة. هنا هدخلها الفرن من تحت الاول، هولع عليها تحت وندخلها الفرن. طبعا الفرن بيبقى حامي قبل كده. كده استوت من تحت. هبدأ بقى اشغل عليها الشواية عشان تاخد لون من فوق، اللون الذهبي الجميل بتاعها. ادي هنا عندي اللينزة خلصت، شايفين شكلها عامل ازاي، بتتكلم عن نفسها والله. كده خلاص هي خلصت اهي. هطلعها بقى، انا سقيتها شويه شربات براحتك، عايزه تحطي شربات تحطي، عايزه تحطي عسل نحل مربى عادي، يعني التوبنج اللي بتحط على الوش من فوق اي حاجه براحتك. عاوزه تخليها كده مفيش مشكله برضو من غير ما تضيف عليها شربات. هنا بقى ابدا اقطعها واوريكم الشكل بتاعها.
كمان سهله في التقطيع وسهله ان انت تخرجيها من الصينيه، بس بتصبري عليها شويه طبعا لما تطلع من الفرن. ما ينفعش اقطعها على طول عشان تبقى المهلبيه لسه سخنه، فلو قطعتها وهي سخنه المهلبيه هتتبهدل فيها. ادي الشكل بتاعها، شايفين عامله ازاي؟ عامله زي الكيك، والقوام بتاعها خفيف والطعم لذيذ جدا يا جماعه. تجربوها ان شاء الله تعجبكم. اهي تحليه بتبقى بعد الفطار وكده، اهو تغيير شويه بدل الكنافه والقطايف. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. شايفين القطعه بتاعتها ما بتتفتفتش كمان، يعني متماسكه وفي نفس الوقت خفيفه وهشه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير عشان اصحابكم يستفيدوا. بتمنى تجربوا الوصفه ان شاء الله وتعجبكم، ويبقى اكتبوا لي في التعليقات طلعت معاكم ازاي. واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه وكل سنه وانتم طيبين.